الناشطين في الحياة الاجتماعية من قبل التيار الصدري كان مشاركة واضحة وكانت كلمة، وهذا يعني نعتز بهذا اللقاء لأنه أهم شيء نمط مشترك فيما بيننا والقاعدة العريضة. القاعدة الموجودة في التيار هي تمثل مجتمع كبير، تمثل أصالة المجتمع وبساطة المجتمع، وفي أمس الحاجة لأن ترتقي بنفسها وترقى بالمجتمع. هي كلما يرتقي المجتمع هي المستفيدة الأكثر، لأنها قاعدة تميز بالبساطة والطيبة. النجف عاصمة الثقافة، يعني نحن نرى أن بعد إذا تحقق النجاح لها هذه الشرائح الاجتماعية ستحظى بإجابات على أسئلتها في الحاجة إلى الرقي الاجتماعي. ولذا من هنا يعني تلتقي اللجنة الشعبية والتيار الصدري ومكاتب التيار الرائعة المنتشرة والنشاطات الكبيرة وقاعدة في هذا المجال. ان شاء الله هذه بادرة خير، وزيارة الاسطوانة بالامس انا كان عندي دوام معذرة، ومجيئكم اليوم هو بادرة خير، وان شاء الله ندخل مناطق مشتركة من النشاطات نعبر فيها عن ان النجف الاشرف هي وحدة واحدة وين تعددت الشرائح، لكن هي تهدف الى انجاح مشروع النجف عاصمة الثقافة في مدينة امير المؤمنين. وخدمة هذه المدينة واجب على كل انسان يحب هذه المدينة. ونشكر لكم ايضا تعاونكم في الوفد الذي ذهب معنا الى بابل ومساهمتكم، وكانت يعني مبادرة طيبة وجميلة. ونحن يعني آسفين لم نذكر الأخوة الذين شاركوا معنا في بابل في الكلمة، يعني أنا تأسفت كثيرا لأن لم أضع منها سريع. كان بودي أن أذكر هذه الشرائح التي ساهمت. السلام عليكم.